السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. فيديو جديد النهاردة مع بعض. نبدأ الفيديو بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب وتقضى بها الحوائج، اللهم امين يا رب العالمين. النهاردة حبايب قلبي بدأت الفيديو معاكم من بعد الفطار. طول اليوم صراحة كنت مشغولة، ففي حاجات كتير ما كنتش عملتها، فقلت مش مشكلة، افطر بقى براحتي واصلي العشاء والتراويح. وكده كده بيكون لسه في معانا وقت ان احنا نعمل حاجات كتير تاني. فلو اليوم عدى مثلا لظروف، فطبعا عادي مفيش مشكلة، كملي اللي انت عايزة تعمليه بعد الفطار. انما طبعا ما نبقاش بقى طول اليوم قاعدين ماسكين التليفون بقى وساعة تجيب التانية واليوم يعدي ما نعملش حاجة. لا يعني خلي كده اليوم يكون مثمر، يعني واتشجعي كده وصلي على النبي واستغفري كده وقومي قولي طبعا اذكارك الصبح، ان شاء الله باذن الله ربنا يبارك في وقتك وفي صحتك وتعملي كل اللي انت عايزاه. فدخلت اول حاجه على الغرفه دي، كانت الملايه محتاجه تتشال وافرش ملايه نظيفه. فشلت كده الملايه وحطيتها تتغسل على طول، وبعدين فرشت ملايه نظيفه ودفايه، وبعدين يعني هطبق البطانيه عادي خالص. يعني كان ممكن ان انا سبت البطانيه بقى مفروده كده كده خلاص يعني هننام. بس لا، قلت لا، يعني ايه، الاوضه بيكون شكلها مرتب حتى لو هننام بعد نص ساعه، فالبطانيه تتطبق مفيش اي مشكله. فطبقت البطانيه كده. البطانيه دي تقيله جدا جدا، بصوا بتهمدني كده على على ما بطبقها. المهم طلعت على الركنه، كانت متبهدله، بصوا اخر بهدله، ما كانش في حاجه مكانها خالص. فمسكت كده الكراسي نفضتها وظبطت كده الكوشنات، وبعدين جبت المكنسه وكنست الارض. وطبعا البلاط اللي باين ده كله هيتلمع، يعني هو تنظيف كده على السريع، بس طبعا مكان بقى ايه، مثلا عصير، مكان اي حاجة اي حاجة كده على الارض، علشان دايما نحافظ على نظافة المكان اللي احنا فيه. وبعدين انا كنت منظفة تنظيف عميق قبل رمضان، فيعني فضلت حوالي 15 يوم، بصوا جبت الشقة من فوقها لتحتها. ف آم، فبصراحة عايزة احافظ على التنظيف اللي انا نظفته، والدنيا ما تتبهدلش معايا بسرعة، لان التراكم الشغل هو اللي بيعمل بهدلة وكركبة بقى، وبيعمل يعني بصوا تحسوا ان انتوا لا بتنظفوا ولا بتعملوا. انما لما بيكون التنظيف اول باول فبصراحة بيكون اسهل بكتير جدا. ودي الزينة بقى اللي انا كنت عاملاها قبل رمضان، يعني كنوع من انواع البهجة كده. دي كلها حاجات طبعا بتفرح وبتغير النفسية جدا، يعني لينا بصراحة وللولاد. فخلصت كده وكنست بقى الركنة زي ما شفتوا، وكنت في الوقت ده لمعت بقى السيراميك اللي باين وعطرت الركنة ودخلت على المطبخ بقى، لان هو المطبخ بعد الفطار هو اللي بيكون بقى مشكلة كبيرة بصراحة. فكنت في اليوم ده عاملة شاورما للفطار، وكان باقي كده شوية يعني، فشلتهم بقى في علبة تلاجة، وقلت هينفعوني بصراحة، ممكن بقى أكمل عليهم في يوم وأعمل أي حاجة تانية. او مثلا في يوم بقى الم البواقي. يعني كان عندي في التلاجة شوية رز بسمتي، على يعني معلقتين شاورما كده زي ما شفتوا اللي انا حطيتهم لسه في علبة التلاجة دول، على طبق محشي صغير. اللهم صل على سيدنا محمد. في حاجة كمان بس أنا مش فاكراها دلوقتي، فممكن أطلع دول في يوم ويبقوا فطار، وفي اليوم ده ما كنش إن أنا إيه يعني وقفت وعملت فطار وكده، وبدل بقى ما أقف أعمل فطار أعمل أي حاجة تانية. ف طبعا يعني ما بقاش وقت ولا بقى زمن وخالص ان احنا نرمي بقى اكل ونقول ما احنا هنعمل بكرة ولا كده، لا، يعني كل حاجة بتنفع. هتلمي زي ما بقولك كده يوم في الاسبوع بواقي الاكل وهتعملي يعني احلى فطار. برضو جبت كده الفوطة بتاع المطبخ
وبدأت ان انا الم كده اي يعني حاجات على الرخامة. زي ما انتم شايفين الرخامة كانت متبهدلة، كان عندي شغل، فبصوا بتبقى بهدلة بصراحة. فاللهم صل على سيدنا محمد. نظفتها بقى وشلت كل حاجة من عليها، وبعدين بقى جبت الاسبونجة وشوية صابون مواعين عادي خالص، وبعدين بدأت ان انا ادعكها. بصراحة بحب ان انا ادعك كده الرخام دعكة كويسة قوي قوي، بحيث ان هو بصوا يكون بيزيق كده من النظافة. ويتنشف كويس قوي قوي قوي. يعني اهم حاجة ان انت دايما تروحي تغسلي الفوطة تحت المية الجارية، وترجعي تمسحي تاني، وهكذا لحد ما يبقاش فيه اي اثر من اثار الصابون على الرخام. العلبة دي علبة السمنة. طبعا مسكتها من بره كده لمعتها، وطبعا انا بحط علبة السمنة كده في طبق، بحيث ان العلبة ما تبصمش على الرخامة وتبهدل لي الدنيا. لان مهما كان، يعني مهما حافظتي وانت بتاخدي معلقة السمنة، فوارد جدا ان من عند الحلق فوق اللي هو بتاع البرطمان او العلبة اللي انت حاطة فيها السمنة، فهتنزل اصلا وهتصر كده من على العلبة من بره، وهتبصم في المكان اللي هتتحط فيه. فبصراحة دايما بمسحها، وللأمان بحطها في طبق زي ما شفتوا كده. وهنا عايزه اقول لكم كنت محتاره، كنت عايزه اعمل يعني تغيير كده الشكل الحاجات اللي هي محطوطه على الرخام. شفتوا انتوا صينيه الديكور ديت؟ انا كنت عاملاها يعني من على جروب. فبصراحه جميله قوي، فانا كنت حطاها بالشكل ده. هنا كنت بوريكم اللوجو بتاع الجروب، وحطيتهم شلتهم وحطيتهم على الرخامة، وبعدين لقيت شكلهم مش افضل حاجة، فرجعت شلتهم تاني حطيتهم في صينية الديكور دي. وهرجع تاني ارجعها مكانها على الرخامة التانية. جيت هنا على الرخامة التانية برضو هعمل نفس اللي انا عملته في الرخامة اللي هي الطويلة. آم، برضو كنستها كده، نزلت اي حاجة من عليها، وهجيب برضو الاسبونجة شوية كده من الاريال جيل. عايزة اقول لكم ان ريحته بتغير، يعني ريحة المطبخ تماما. انا بعشق ريحته بصراحة، جميل جميل جدا جدا جدا. عايزة اقول لكم ان انا كنت اول ما طلع كنت اصلا خايفة ان هو يعني ينزل فترة ومثلا وما ينزلش تاني. فكنت جايبة منه كمية وشايلاها، يعني قبل المقاطعة وقبل كل ده انا اصلا مش بستعمله في الغسيل، انا بستعمله في المسح، بستعمله مثلا في غسيل فوط المطبخ، في غسيل البوتاجاز، حاجات بسيطة كده. فكنت جايبة يعني كمية وخلاص قربت تخلص يعني. المهم غسلت بقى الرخامة، دعكتها كويس جدا جدا بالسبونجة، وبعدين جبت برضو الفوطة ونشفتها اكتر من مرة. انا كنت بروح على الحوض بصراحة اغسل الفوطة وارجع تاني، يعني راحة جاية كده، بحيث ان زي ما بقول لكم اكون متأكدة تماما ان مفيش صابون على على الرخام خالص. كنت شلت فرع النور ده علشان هو كان اصلا محطوط، بس انا لما غيرت الشكل يعني شكل الحاجات اللي محطوطة على الرخام، فكنت شلته بقى وقلت هبقى ارجع تاني يعني اسلكه من بعضه كده، واظبطه تاني على الشكل اللي انا عملته ده. يعني هو تغيير بسيط خالص. يعني البتاع ده الصينية بتاعت الديكور دي اصلا كانت في الكورنر هناك مكان المربع الخشب ده، ولكن برضو في الاخر شلت منه ال يعني الطقم السكرية والعلبة الشاي وعلبة القهوة وكده، وحطيتهم برضو على الرخام. كنت في اليوم ده محتارة جدا، مش عارفة ليه. بس حسيت بصراحة ان هو برضو حتى لو تغيير بسيط جدا جدا، فهو مهما كان بيغير في نفسيتنا احنا اللي واقفين في المطبخ، الحاجات دي بتفرق جدا. المهم كنت هنا بقى خلاص خلصت كل حاجة الحمد لله رب العالمين. ودي بقى لحظة السعادة بالنسبة لي، اهم حاجة عندي بعد الفطار هو شرب القهوة. بس بصراحة بحب اشربها كده على رواق بعد ما اكون خلصت المطبخ.
شربت القهوة. وبعدين آخر حاجة بقى كنت لما غسيل كان ملايات، وقلت هدخل بقى أطبقهم بالمرة. يعني عندكم الملايات أول ما تغسلوها وتنشروها، يا ريت كمان تطبقوها وانتوا في البلكونة، لأن الملايات طول ما هي مفرودة ويعني واتطبقت أول ما اتشالت من على الحبل، فهي تفضل زي المكوية بقى، وهتيجي تفرشيها على السرير ما شاء الله تحسي ان انتي كوياها. انما بقى هتركنيها وتحطي فوقها هدوم وكده، وهتبص تلاقيها اتكسرت قوي. بجد محتاجة ان هي تتكوي، بيبقى شكلها يعني صعب قوي. فطبقتهم كده وانا واقفة على السريع. انا من الناس اللي مش بعرف اقعد وانا بطبق الهدوم خالص. بحس ان هما بياخدوا وقت طويل قوي مني، يعني لان انا اصلا مش بحب تطبيق الهدوم، فهو على السريع كده وانا واقفه بعملهم. انما بقى لو مثلا حاجات داخليه او حاجات صغيره قوي فبعملهم وانا قاعده، او بوزعهم يعني في الغرف، وبطبق بقى واحط الحاجه في الدولاب في الغرفه اللي انا فيها على طول. بس كده. ده اللي انا عملته في اليوم ده بعد الفطار. فقلت كده اشجعكم يعني. وده كان الفيديو بتاعي النهارده، اتمنى يكون عجبكم. مع السلامه.